النهارده عن دواء اسمه اورليستات اللي معروف في السوق باسم الزينيكال. هنقول هو ازاي بيشتغل وهل هو بيساعد في خسارة الوزن ولا لأ، وايه الاعراض الجانبية ومين الناس اللي المفروض ما ياخدوش الدواء. انا صيدلانية بقالي 6 سنين في المانيا، اسمي رواء، وبحب اتكلم عن الادويه اللي بتقلل الوزن. بحب اتكلم عامه يعني عن التغذيه وعن الدايت والجيم وكل الحاجات دي، فانتوا لو مهتمين بحاجه زي كده ممكن تتابعوني. اول حاجه هنتكلم عنها هي ازاي الدواء بيشتغل. الاورليستات معروف ان هو بيمنع امتصاص الدهون من الاكل عن طريق ان هو بيمنع انزيمات اسمها لايبيز اللي هي بتهضم الدهون عاده. هل هو فعال؟ هو شافوا انه الناس بتقدر تخس على الدواء ده 2 ل 3 كيلو اكتر من ما تقدر تخس لو عملوا دايت بس. طبعا اللي بياخد الدواء ده لازم يعمل دايت، وهكلمكم بالظبط عن الدايت اللي المفروض تعملوه مع الدواء. فهم شافوا انه تابعوا ناس يعني لمدة سنة، وشافوا انه تقريبا تلت الناس قدروا يخسوا 5% من وزنهم، و20% من الناس قدروا يخسوا 10% من وزنهم. بس بعد ما بطلوا الدواء رجع لهم تلت الوزن اللي خسوه، يعني خسوا كويس، بس ايه، رجع لهم الدواء شويه برضه، رجع لهم قصدي الوزن شويه. دلوقتي بقى هنتكلم عن ايه الاعراض الجانبيه، وهنقول برضو ازاي الواحد ممكن يتجنب شويه منها. اول عرض جانبي هو اسمه ستاتوريا. العرض الجانبي ده سببه انه لما الدهون ما بتمتصش بتتحبس في الجهاز الهضمي لغايه ما الجسم يخرجها، فكل ما بتاكل دهون اكتر اكن الجسم بيعاقبك ان انت اكلت دهون بانه طبعا بيحصل اسهال والكلام ده. فطريقه ان هو تتغلب على العرض الجانبي ده ان تبقى عامل نظام غذائي في كل وجبه يكون فيها 30% بس دهون مش اكتر. لو زودت العرض الجانبي ده بيزيد جامد، لو قللت جامد، لو منعت مثلا الدهون انت مش محتاج الدواء، لان الدواء كل اللي هو بيعمله ان هو بيمنع امتصاص الدهون. لو انت ما دخلتش دهون الدواء اصلا يعني ما تاخدش الدواء، وامنع الدهون. تاني حاجة بقى بيعمل لك نقص في فيتامينات معينة. الفيتامينات دي بتحتاج دهون عشان تمتص من الاكل، عشان احنا بنمنع امتصاص الدهون الفيتامينات دي كمان ما بتمتصش. فاللي بياخد الدواء ده لازم ياخد الفيتامينات دي كمكملات ساعتين قبل الوجبة. يعني مثلا أنا لو هاخد وجبة فيها 30% من الدهون، وهاخد بعديها اورليستات عشان يمنع امتصاص الدهون، قبليها بساعتين بقى لازم اخد مكمل غذائي في الفيتامينات دي اللي هي الفيتامين A و E و D و K. في طبعا اعراض جانبيه تانية، وهي الاعراض الجانبيه ليها علاقه بالكلى، ليها علاقه بالكبد. عشان كده لازم قبل ما تاخد اي دواء بما فيهم الدواء ده تسال حد متخصص وتتابع مع دكتور. في ناس بقى ما ينفعش ياخدوا الدواء ده نهائيا، طبعا لو واحده حامل او بترضع، لو حد عنده حساسيه من الدواء، او لو حد عنده مشاكل في الشهيه. في ناس عندها انوركسيا او بوليميا، عندهم فرط في الشهية او فقدان الشهية، دول برضه ما ينفعش ياخدوا الدواء. طبعا لو حد عنده مشاكل في الهضم اساسا ما ينفعش ياخد الدواء، ولو حد عنده مشاكل في المرارة برضه ما ينفعش ياخد الدواء. كده نبقى قلنا تاني دواء ممكن يساعدك تخس. هكمل فيديوهات عن الادوية اللي ممكن تنقص في الوزن، ممكن برضه نتكلم عن الانظمة الغذائية المختلفة، ممكن احكي لكم برضه عن اهدافي انا في الموضوع ده. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا لما تسمعوا الفيديوز، وياريت تتابعوني عشان نتشجع اكمل الفيديوز ان شاء الله.